أغلبية المشاريع ما كتصدقش. علاش؟ لأنه ما كيقومش بواحد الدراسة شاملة على المشروع اللي باغي يبدا. في أي مشروع كنهضر أنا، في أي مشروع، ماشي بالضبط المشروع ديال الدواجن. يعني باش يصدق لك المشروع ولا باش تنجح في حياتك، كون أخي أكيد خاصك تدرس المحيط ديالك وتعرف اش من خصائص كاين في اتجاه اللي انت فيه، باش تنقص عليك المصاريف ديال ترونسبور بزاف د الحوايج. لانك ماشي تخدم انت على واحد المشروع كتصاوبو ولا كتصنعو ولا كتنتجو في واحد المنطقة وكتسوق ليه في الصحراء، فالمصاريف غادي تكون زايدة شي شوية. لهذا هادو من بين المشاكل اللي كيطيحوا فيهم الاخوان، انه كيدير واحد المشروع وما كيديرش واحد الدراسة شاملة حول المشروع في المنطقة اللي عنده فيها. يعني كيشوف شنو هو التخصص اللي كاين في ديك المنطقة. يعني الا ما شتيش واحد التخصص اللي خاص او نقص في المشاريع اللي كاينه عندك في القرويه او الحضاريه، يعني في المدينه اللي كتسكن فيها ولا الباديه، يعني خاصك تدرس المحيط ديالك مزيان وما تسرعش، لان السرعه تقتل. يعني ما قتلاتكش غادي تقتلك في جيبك. لهذا خاصك تحاول انك تركز وتقوم بواحد الدراسة شاملة حول اي مشروع. انا كنتكلم على اي مشروع، ماشي بالضبط المشاريع ديال الدواجن. يعني في اي مشروع كتقوم بواحد الدراسة شاملة حول المشروع وتشوف التكاليف ديالو شحال باش غادي يطلع لك هذا المشروع هذا. عاد من بعد ننتقل المعدات اللي يخصوك، الماتيريال، المسائل. يعني الدراسة خاصها تكون كاملة، خصوصا النقص اللي عندك في المنطقة. يعني ما تخدمش على واحد المنتوج هو موجود في المنطقة وتزيد عليهم حتى انت. فراه لا زدتي عليهم انت، اول حاجة غتوحل في التسويق، غادي ياخدلك السمسارة، يعني غتبيع بواحد الثمن طايح. يعني بزاف د الحوايج العراقيل غادي تصيبهم قدام. لهذا انك خاصك تحاول تدرس المحيط ديالك. يعني قد ما كدرستي المحيط ديالك كون اكيد غادي تنجح في المشروع ديالك. يعني كتكون واحد المنافسه ضروريه، ما غاديش تكون في المحيط ديالك اللي كاين تمايا، ضروري ما تكون واحد المنافسه، ولكن كتكون قليله، يعني ماشي بزاف. يعني فاش كتكون دارس الامور ديالك بالمزيان نيت، تقوم بواحد الدراسة ديال شهر، تريح مع راسك، شد قهوة، تكونسونطرا، فكر مزيان شنو خاصك، شنو الهدف ديالك. يعني حط بزاف ديال لوبجيكتيف في راسك خاصك تحققهم في داك المشروع اللي باغي انت في حياتك. يعني ملي كتدرس وتشوف كتشوف الارباح، واش كيخلي ليك واش ما كيخليش ليك. ما يمكنلكش انك تخدم على واحد المشروع ما كيخليش ليك، امبوسيبل. يعني ضروري انك تخدم على واحد المشروع اللي يخلي لك واحد الدخل محترم بعدا. يعني احسن من انك تمشي تخدم عند واحد الشخص ولا تكون عبيد عند واحد الشخص تصور غير 50 درهم تاع راسك وتا حر فيها، ما يتدخل فيك تا واحد. وفاش كتكمل الدراسة ديالك ولا البحث ديالك على المشروع وبانت لك الطريق فيه مسلكة وناجحة وميسرة الأمور، فغادي نقول لك الله يوفقك والله ينجحك والله يكمل لك لنا ولا لجميع المسلمين يا رب. وحتى لنا كان هذا هو الفيديو ديالنا بسيط. ما تنساش اخي تشترك، استفتي، بارطاجي مع الاخوان، استفدوا.